العشاق ديال المونغا والانمي ولاو كتار، ولكن الاغلبيه الناس كيعرفوا غير بعض النجاحات العالميه بحال وان بيس وناروتو اتاك اون تايتنز ومؤخرا ديمون سلاير. العالم ديال القصص المصوره والرسوم المتحركه اليابانيه ضخم وفيه تحف فنيه كثيره بغيتكم تعرفوا عليها من خلال هذه السلسله. هاياو ميازاكي اكبر مخرج ديال افلام الانمي اي الرسوم المتحركه اليابانيه بدون منازع، وما بين اكبر المخرجين العالميين. هادشي علاش العديد كيوضعوا في نفس المرتبه ديال والت ديزني الامريكي، واخا ميازاكي كيكره هذه المقارنه وغادي نشوفوا من بعد السبب. ومن احسن التحف اللي خرج هذه الاسطوره الملقب بالسينسي اي الاستاذ والخبير كاينه مونونوكي هيمي اللي ممكن ترجم باميره الوحوش والارواح الشريره، واللي تم البث ديالها في قاعات السينما سنه 1997 وحققت نجاح تجاري وعند النقاد لا مثيل له. اللي صعيب يستوعبوا الواحد هو ان اكثر من 90% ترسم وتلون وتحرك باليد لعده سنوات، وان الانيماسيون وصلت لواحد الجوده والدقه قليل اللي قرب منها خلال 25 سنه اللي تبعوا. استوديو غيبلي ولا جيبري المعروف بانتاجات محبوبه من طرف الاطفال الصغار كيستغل الفرصه باش يدوز رسائل قويه حتى للبالغين، ولكن العنف ديال القصه والقسوه في مونونوكي هيمي وفي نسبه اقل في بوركو روسو كيجعل هاد زوج الافلام الاكثر نضجا وتعقيدا عنده من 1984 سنه تاسيس هاد الاستوديو. القصه كتبدا في القرن 14 في اليابان وفي حقبه موروماشي المعروفه بتيارات ثقافيه ودينيه كثيره وتطور ملموس عرفوا المجتمع الياباني. في هذه الظروف كان واحد الشعب في تدهور مستمر كيتسمى الايميشي، وهما من السكان الاصليين ديال اليابان اللي تم ابعادهم من المناطق اللي فيها المدن الكبار. للتذكير فقط، هذه المعلومه التاريخيه ماشي من الخيال. اشيتاكا اخر ولي العهد ديال الايميشي وغادي يقتل واحد الوحش على شكل خنزير بري ضخم هاجم على القريه ديالو، واللي تصاب انه من الارواح ديال الغابه، ولكن مرض بواحد الداء ما معروفش خلاه يجهل ويولي عنيف. غادي تضرب اشيتاكا بواحد اللعنه ما عندهاش دواء، وغادي يقرر يمشي للغرب ما حدو باقي صحيح باش يعرف منين جا هذا المرض وإلا كاين شي حل ليه. في الطريق غادي يلقى مجموعه من الساموراي اللي كيتعداو على الفلاحه، وواحد السيده سميتها ايبوشي بنات مدينه محصنه وورشه حداده كتنتج فيها احسن فولاذ لصنع سيوف الكاتانا في المنطقه. غادي يتعرف ايضا على جيغو مرسول ديال الامبراطور باغي يقتل الايل اله الغابه باش يتحدى الموت ويعيش للابد. وعلى سان فتاه جميله متوحشه وملقبه باميره الارواح الشريره تربات مع الدياب العملاقه وكتكره الانسانيه. غادي يلقى اذا راسو وسط حرب بين السيده ايبوشي وجوج الساموراي اللي بغاو ياخذوا ليها المدينه ديالها، وبين ايبوشي وسان حيت الاولى بغات تكرد الغابه والثانيه بغات تحافظ عليها، وبين سكان المدينه وحشود الخنازير البريه العملاقه اللي بغات تسترجع الطبيعه ديالها وتمحي الانسان من الوجود. واشيتاكا وسط هادشي كله كيبقى مسالم رغم المعاناه ديالو. القوه ديال ميازاكي هي انه ما عندوش حتى شي شخصيه سوداء ولا بيضاء، كلشي فيه الخير والشر في نفس الوقت، على عكس قصص ديزني اللي اغلبيتها كتتبع المذهب الماني اي تبسيط العلاقات ونسبتها اما للخير او للشر. الامير ديما زوين وظريف وشجاع، والساحره ديما شريره بلا ما نعرفوا علاش. مع ميازاكي كلشي في وجهه النظر. الا السيده ايبوشي فعلا شريره وكتدمر الطبيعه، كتحرر العشرات ديال النساء اللي تفرض عليهم يبيعوا الجسد ديالهم للرجال، وكتخدمهم عندها فرشه الحداده وكتمكنهم من التحكم في المصير ديالهم. كتجمع ايضا الناس اللي مرض بالبرص واللي حتى واحد ما بغى يقرب ليهم، وكتعطيهم الفرصه باش يعيشوا ويخدموا ويموتوا بسلام. من جهه اخرى الدئبه مورو اللي كتبغي سان بحال بنتها ما كترددش في قتل التجار اللي كيدوزوا من الجبال، وهي اللي افترست والديها ملي لاحوها عليها وهم هربانين، الشيء اللي ما منعهاش تربيها وتكبرها بجنبها. مونونوكي هيمي قصه حب مستحيله بين شابين كلشي كيفصل بيناتهم، ورساله حب للطبيعه من طرف ميازاكي اللي معروف انه نشيط بيئي مقتنع بضروره حمايتها. الموسيقى ديال جو هيزايشي اللي لحن موسيقى جميع افلام ميازاكي كيف العاده خياليه باستعمال الطبل التقليدي الياباني المعروف بالتايكو، واقتباسه من الفولكلور ومن مسرح النو الكابوكي، والموسيقى السيمفونيه والاوبرا والعمل ديالو 10 سنوات من قبل في فيلم لابيوتا القلعه في السماء اللي حتى هي من اخراج هاياو ميازاكي. ما ترددوش اذا وتفرجوا في هذا الفيلم وعاودوه، راه من الكلاسيكيات ديال فن الانمي. بالصحه والراحه وموعدنا في حلقه جديده ومونغا ولا انمي جديد.